قالوا دكتور محمد مرسي، فكل الناس اللي كانت عايزه مرسي نزلت الملعب، جريت نطت من الاوضه، والباقي ما قعد في الاوضه. حصل ذهول شويه. قعد 5 دقايق كده وبتاع، بعد كده نزلنا التمرين وعادي بقى، طبيعي خلاص. عادي بقى. انما ال 20% يعني مين؟ طب مين ال 20%؟ مين اللي كان مع دكتور محمد مرسي من اللعيبه؟ لا انا ما اقدرش اقول لك مين، عشان انا يعني انا بتكلم في اللي يخصني، لكن هو مش ممكن يكون حد مش حابب ان انا اتكلم عنه او اجيب اسمه في حاجه معينه. اوكي، بس واضح يا ابو حميد ان انت شخصيه متدينه. انا عايز اقربك شخصيا للناس، يعني واضح ان انت شخصيه متدينه. مش متدينه والله. مش متدين؟ لا يعني مش متدين عشان يعني متدين طبعا، يعني طبعا وعارف ربنا، لكن مش ده طريق اللي هو يعني مش متشدد ولا شيء. انت وسطي يعني يعني بتحب تسمع وبتحب تسمع اغاني، بس مش صح يعني. انا وسطي بس مش صح يعني، مش هو ده الصح. يعني هو صح ان انت لازم تبقى يعني تبقى قريب من دين ربنا قوي، وتبقى ملتزم قوي والكلام ده كله، لكن انا بكلمك عن نفسي. انا يعني وسطي زي ما حضرتك بتقول. وسطي. انت لسه صغير برضه يا ابو حميد، لسه قدامك المستقبل كبير، ما تقلقش. بتحب تسمع اغاني برضه؟ بسمع. بتحب مين بقى من المطربين؟ بحب عمرو دياب. عمرو دياب. مع ان الجيل، بحس ان الجيل ده كله بيحب تامر حسني قوي وحماقي. مش عايز اقول حاجه. لا انا بحب عمرو دياب ومحمد فؤاد شويه. مش ما بحبوش، بس يعني بحب اغانيه، بس ما بحبش شخصيته. ليه؟ ايه اعتراضك؟ يعني انا بحب شخصيته، يعني هو بحسه شويه يعني بيحب الشو شويه، وبيحب الوجود، وبيحب ان هو يبقى ظاهر ومش عارف. بعكس عمرو دياب ما بتشوفوش في اي مكان غير ان هو يعني الالبوم بتاعه مثلا بينزل وخلاص، ما بتشوفوش. بحسه يعني تقيل، ان هو حاجه كويسه وعارف قيمته وعارف ثقته في نفسه كبيره والكلام ده كله، بغض النظر بقى عن امكانياته الفنيه والكلام ده، يعني الناس كلها بتحبها. ليه الجيل بحس ان الجيل ده مش يعني بيعتبروا ان عمرو، مش كله، انا عارف ان عمرو طبعا عمرو دياب الهضبه رقم 1 في مصر والوطن العربي اكيد، بس كتير من الجيل ده بحس ان هو ميال للجيل الاصغر، يعني اللي هو الاسماء الجديده، يعني تامر، حماقي، مين تاني فكرني؟ هو مش ميال لحد، هو يعني كل واحد حسب شخصيته في الاول وفي الاخر. لكن انت ممكن مثلا اغنيه لده بتسمعها، او اغنيه لده بتسمعها، وده بتسمع وده بتسمع. ممكن تسمع حد مش معروف خالص وتسمع له كتير، يعني هي حسب الشغل اللي انت بتشوفه، يعني حسب الحاجه اللي بتعجب دماغك فبتسمع. فانت بتحب عمرو دياب. مين تاني بتحب تسمعه؟ بحب محمد فؤاد جدا. محمد فؤاد طبعا. طبعا جدا. بتحب مين تاني غير محمد فؤاد وعمرو؟ بس يعني هم دول اكتر اتنين بحبهم. بس واضح انت شخصيتك. بقول لك ما تحبش منير، ده مش سؤالي، ده سؤال هشام. بحبه. تحب منير؟ منير تحس انه مصري قوي، تحس ان هو بيغني بعروقه، يعني تحس ان هو في كل حته بيجيب سيره مصر، بيتكلم عن مصر، وهو يعتبر من مطربين الثوره. والله انا يعني ماليش يعني هو مفيش حاجه اسمها مطربين الثوره. انت مغني بتقدم اغانيك والبوماتك والكلام ده كله، مفيش بقى اللي هو يعني ما حسيتش ان اغنيه ازاي دي اللي فاكرها ازاي؟ كانت حلوه جدا. تحسش انها كانت فيها حافز كده؟ حلوه عشان كانت ذكيه، يعني كان كلامها كله تفهمه، يعني مش اي حد يفهمه بسرعه، وعايزه وقت، وبعدين لما تفهمها تعرف ان هي كانت قويه في تعبيراتها والكلام ده كله، احسن من الاغاني التانية. كان فيها حد يقول لك مش عارف احداث يناير في حاجات، يعني مش مهم. المهم يعني كان كده يعني. تمام. مين من المطربات بتحب تسمعهم؟ بحب نانسي عجرم، بحب أصالة. بحب نانسي عجرم؟ بحب أصالة؟ نانسي عجرم فيها مواصفات فتاة أحلامك مثلا؟ لا مش مواصفات. مين؟ طب مواصفات فتاة أحلامك شكلها إيه؟ أنت فتاة أحلامي؟ لا هو مش أصل أنا قدك كان عندي مواصفات فتاة أحلامي وأنا قدك، والحمد لله اتجوزتها، يعني اللي أنا كان نفسي فيها اتجوزتها. أنت بقى إيه مواصفات فتاة أحلامك؟ مفيش والله. هو مش مواصفات. انت بتقابل حد في وقت معين مثلا، يعني الشكل والكلام ده كله مهم طبعا، مهم جدا. لكن اهم حاجه يعني لو انت عرفت واحده شكلها حلو لكن شخصيتها مش كويسه، اكيد بيبقى صعب. فلازم تكون جامعه الحاجتين، يعني لازم تكون شخصيتها كويسه وبنت مؤدبه ومثقفه ومثقفه. انت ده اللي يهمك، انها تكون مؤدبه ومحترمه وحلوه، لكن يعني مش اللي هو تحب واحده يعني يقول لك مثقفه ومحترمه بس وحشه فتحبها. لا، هو لازم تكون الاثنين، يعني لازم يكونوا الاثنين. انما اللي يهمك الشخصيه. الاثنين همني والله. 50 و50. لا يعني الاثنين 100 وال100. ال100 وال100. يعني لازم تكون بيرفكت، يعني بيرفكت. تكون اموره قوي. مش اموره قوي، بس تكون يعني تكون عجباني انا، مش شرط تكون عاجبه الناس كلها، تكون عجباني، لكن اهم حاجه دماغها تكون عاجبه الناس كلها. حبيت. حبيت وانت عندك كام سنه؟
وانا 14. وانت 14 سنه؟ ده انت حبيب بقى يا ابو حميد. لا ده انا عاجبك قوي. بس شكلك لسه بتحبها لحد دلوقتي ولا؟ والله لا مش يعني مش نفس البنت. انا بحب. انت بتحب مرتبط دلوقتي؟ مرتبط. انما البنت اللي انت حبيتها وانت عندك 14 دي اول قصه حب في حياتك. كان عندك كام؟ كنت في سنه كام يا ابو حميد؟ كنت في اولى اعدادي، في ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي. في ثانيه اعدادي. وطبعا كان احنا على ايامنا كان جوابات وحاجات كده، انت بقى دلوقتي مسجات وكده صح؟ كان الموبايل وبتاع، كان لسه الموبايل طالع وبتاع. حبيت بدري انت ابو حميد؟ رومانسي انت؟ مش حبيت، اللي هو يعني نعرف بعض وبتاع والكلام ده. يعني كان قريبتك يعني ومعاك في المدرسه؟ لا كانت معايا في المدرسه، فكنا يعني كان كل بقى الولاد والبنات كل اتنين مع بعض، فاهم؟ مش بنتقابل، لكن اللي هو تليفونات وتكلموا بعض وبتاع. فكرتني فيلم عادل امام لما يقول مورجان، لما مورجان احمد كلكم انتمين. لا ما كانش كده، بس هو كان يعني كان على اقل شويه يعني الحوار جامعه وكلام. لا يعني حوار الجامعه بيبقى طبعا انت عارف بيبقى الدنيا مفتوحه اكتر شويه، الدنيا مفتوحه. لكن احنا كنا صغيرين، ما كانش فيه بقى اللي هو نكلم بعض في المدرسه وبتاع ونشوف بعض ونقابل بعض ونخرج والكلام ده. لا امال اللي هو كان تتكلم في التليفون، طب اشوفك في المدرسه، تقعد تبص شويه نظرات في المدرسه وبتاع، بعد كده نروح بس كده. اول مره اعترفت بحبك قلت لها كده على طول ولا جت الدنيا ازاي؟ يعني يعني انت حبيت لما بتيجي انت عندك انت صريح يعني بتقول صريح. تقول اللي انت بتحبه انا بحبه. اي حاجه بتيجي على دماغي اللي هو طالما مش هتبقى فيها مشكله او فيها حاجه غلط فبقولها على طول. طب انت مرتبط دلوقتي، قول لي بقى يعني كواليس البطوله، لما كنت مثلا قبل الماتش اول تليفون تحب تعمله قبل الماتش؟ ما بكلمش حد وانا بلعب، وانا في معسكر. ما بتكلمش حد؟ لا. يعني في البطوله ما كلمتش حد؟ لا، امي بس. والدتك بس؟ انما ما اتكلمتش مثلا الانسان اللي انت مرتبط بيه؟ لا ما بكلمش حد وانا بلعب. يعني وانا في معسكر ما فيش تليفونات. يعني هم حتى بيلموا مننا تليفونات في المعسكرات، لكن برضو ما بسيب الموبايل. يعني ما كده ما بكلمش يعني. اصلا ما بتكلمش حد؟ لا. انما كنت بتكلم ماما؟ كنت بكلم امي بس على طول قبل الماتش وبعد الماتش. قبل الماتش لازم اكلمها، وبعد الماتش لازم تستبارك بيها طبعا. انا برضو انا نفس القصه، خلي بالك، قبل الحلقه لازم اكلمها وبعد الحلقه لازم اكلمها طبعا. عشان كده ربنا بيكرمنا. اكيد، ما هو والله ربنا ما يعني الواحد فيه قصور كتير في شخصيته وكده، من نسبه مثلا ان هو اداؤه وفرايده مع ربنا والكلام ده اللي بيعوضك طبعا بالحاجات دي كلها، امك ودعائها والكلام ده كله يعني. ايه اكتر دعاء بتحبه من امك او من والدتك؟ اللي هو ربنا يهديك. يعني لما دايما تقول لي ربنا يهديك فببقى مبسوط جدا لما بتقول لي ربنا يهديك. كنت شايفك في ماتش غانا طالع متزربن ومش مبسوط. اكيد هي كلمتك بعد الماتش وانت قالت لك اهدى يا ابني؟ دايما على طول والله، يعني تقول لي انت موجود في الملعب، مش موجود في الملعب، خرجت لازم تخرج وتسلم على زميلك وتحضنه كده زي ما كنت بشوف كل اللعيبه وبتاع. هي طبعا في الكوره يعني مش متفوقه قوي في مجال الكوره وبتفهم كويس قوي فيها، لكن كانت دايما تقول لي عفوا، كانت دايما تقول لي اللي هو اخرج وانت خارج من الملعب، تسلم على زميلك، تسلم على مدربك، ما تكشرش، خلاص اللي حصل وانت خارج، فكده كده انت خارج، فليه بقى الزعل وليه المشكله؟ اللي حصل ان انت اللي ما كنتش عايزه ان انت ما تخرجش، لكن خلاص اللي حصل ان انت اتغيرت وهتخرج، فلازم خلاص تفكر اللي بعد كده. كانت غريبه بالنسبه للجمهور لما شافك وانت متزربن، يعني قال لك لعيب في السن دوت بيزعل ليه لما بيخرج؟ ما الناس كلها بتتكلم في حاجات، يعني الناس بتحب شويه ان اللعيب يميز عليهم، يعني مثلا بعد ما تروح ترفع كوره حلوه وبعد كده تروح تعمل تاكلينج على الارض وطلع الكوره، فكده يقول لك الولد ده مجتهد وهو جامد ومش عارف. الناس عندنا بتحب كده، بيحبوا الميز، بيحبوا ان انت تميز عليهم، واللي هو بالذات الجمهور يعني اللي هو تضرب بدماغك وتكشر وشك كده وتجري بسرعه. مش مهم ان انت تبقى مركز وذكي في الملعب وتبقى عارف انت بتعمل ايه وليك شغل معين ودور واخده من مدربك، او انت برنامجك انت محضره مع نفسك ونازل تعمله وتلعب بيه. مالكش دعوه بقى بان انت تعمل حاجات اللي هو تعمل في وشك قوي كده، وان انت تجري بسرعه تخبط في ده وتضرب في ده عشان يقول لك ده مقاتل وحماسي والكلام ده. لا، كل واحد ليه شغله في الملعب ودوره لازم يعمله. يعني انت خرجت متضايق فانت بتطلع اللي جواك بقى، مالكش انت بقى في ان الجمهور يستقبل ده ازاي؟ ايه المشكله لما انا اخرج متضايق؟ انا بعبر عن اسلوبي، مش شرط ان انا مثلا الناس تزعل مني، مش معنى كده ان انا انسان مش كويس. لا، انا خرجت زعلان عشان انا مثلا ممكن انا في دماغي ان انا كنت عايز ابقى اكمل، لاني
او لاني كنت عايز مثلا اجيب جون، او حاسس ان انت أو حاسس كويس إن أنا وان الوقت ممكن اللي انت طالع فيه ده ممكن انت تخلص فيه الماتش. بالظبط، او ممكن اكون خارج زعلان عشان ان انا مثلا ما اديتش الدور اللي عليا كويس. تمام. ممكن مفيش حد بيدخل في دماغ حد، لكن كل الناس بتاخد دايما اللي هو تعبيرات وشك، شكلك عامل ازاي، اللي هو انت خارج مبسوط فخلاص مفيش مشكله، او مثلا بتضحك في وش الناس فانت كده كويس، مكشر، او تعبيرات وشك مختلفه شويه ومش عارف يقول لك انت انت زعلان ليه ومتضايق ليه وبتاع. حساس انت شويه. جدا حساس. بيفرق معاك يعني. انا تهيألي بحكم بدات انا يعني اجمعك شويه من خلال قعدتي معاك، انا اول مره اقعد معاك. اتفضل. تهيألي ان انت يوم ماتش النهائي كنت متضايق ان انت احتياطي. حسيتك وانت نازل كده. مش موضوع متضايق، انا متعود في المنتخب من اول ما ابتدينا بلعب يعني انا على فكره اتصبت سنتين، خدت اصابه سنتين كده قبل البطوله، نزلت بعد التصفيات قبل التصفيات ب4 شهور. ال4 شهور انت عارف ومصاب سنتين، فموضوع ان انت ترجع ده ويبقى في حد عنده امل ان انت ممكن تبقى ترجع وتستعيد مستواك، يبقى انت جامد قوي، فالموضوع بيبقى صعب عليك جدا يعني. وانت يبقى انت جامد، ان هو راجل مستنيك، يبقى انت جامد قوي. مش مستنيني، هو بيبعت لي لانه يعرفني قبل يعني كانت تربيه طبعا، علاقتنا بيه ابويه، اللي هو مفيش بقى مدرب والكلام ده كله، ان هو مدربك، لا علاقتك بيه ابوك وبيكلمك طبعا كانت تربيه، كان ليه دور كبير في موضوع اصابتي، ان هو يعني كلم النادي وسافر المانيا والكلام ده كله. انت سافرت المانيا؟ سافرت عملت ألمانيا. ايه؟ كانت اصابه ايه؟ كانت اصابه في بطني كده، وعملت عمليه هنا غلط في مصر مع دكتور، بعد كده سافرت المانيا عملت حاجه ثانيه. الحمد لله انا بطنك مش في رجليك يعني. مش مهم بقى هي فين، المهم انها كانت سنتين. كانت سنتين. مش مهم ايه الاصابه، المهم الوقت. خدت منك وقت طبعا. طيب انا عايز ارجع معاك لكواليس المباراه النهائيه، وليه انت كنت زعلان، لان اي لعيب بيتمنى انه يلعب في المباراه النهائيه. وعايز اسالك برضو على موضوع المباراه النهائيه، موضوع ان اي مباراه انا موجود في فرقتي او في المنتخب او في النادي او في اي مكان ببقى لازم العب، يعني مش لازم اللي هو بفرض رايي على حد، انا بكلم جوه نفسي، اللي هو يعني طالما انا موجود في المكان ده يبقى انا لازم ابقى موجود في الملعب. فاهم قصدي؟ بس ممكن يكون اللي بيلعب بس احسن منك. ممكن يعني ممكن يكون هو افوق منك ممكن مثلا. بس المشكله ان انت لو انت شايف ان انت مثلا انت احسن، وتبقى مقتنع ان مدربك شايف ان انت الاحسن، فاهم؟ هي دي بتبقى المشكله. انت عايز تقنعني؟ مش عايز اقنعك بحاجه، ان الكابتن ربيع ياسين هو عارف ان انت الافضل ومش هيلعبك. ممكن تكون انت الافضل بس ما كنتش الافضل في البطوله، ممكن تكون انت الافضل مثلا على المستوى البعيد او قبل كده، لكن في وقت البطوله ما كنتش انت الافضل. انت حاسس ان انت ما كنتش في البطوله، ما كنتش في قمه مستواك؟ طبعا كان مستوى قليل او نص مستوى كمان. دي قصه ثانيه. يعني اصل في لعيبه كده، في لعيبه هم اصلا هم النجوم وهم معروفين، فانت كنت عايز تجيب مستوى احمد رفعت اللي انت تعرفه. هو بص، انا كنت رايح هدفي في البطوله دي يعني انه اول حاجه نوصل كاس عالم، دي كانت اول حاجه هدفي يعني ده هدفي الجماعي. تمام. هدفي انا الشخصيه ان انا كنت رايح عشان اجيب لنفسي عروض من الدول، عشان انا نفسي احترف، وان شاء الله يعني لازم ان شاء الله باذن الله مع النادي، وان شاء الله يعني الموضوع يبقى خير ليا وللنادي يعني. طيب اوكي، انا هسمع منك العروض لان انا سمعت عن قصه العروض، وسمعت مانشستر، وسمعت حاجات كتيره جدا هعرفها منك، ولكن بعد الفاصل. اوكي، بعد الفاصل.